ازيكم يا احلى اصحاب ويا احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاوزه اقول لكم ان انا رحت اشتري بطاطا وبصراحه طلعت مسخه جدا مش مسكره. فقعدت افكر طبعا، اقول طيب اعمل ايه. في ناس بتبقى تسلقها كده وتحط عليها سكر، لا انا قلت ان انا عايزاها طريقه مشويه. فجبت البطاطا كده وغسلتها كويس وقسمتها نصين كده بالطول، وهجيب نص كوباية سكر، وهجيب طبق فيه كوبايتين مية، وهنزل بالبطاطا في المية وبعدين انزل بالسكر. هكرر نفس الموضوع لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. وبعد كده بقى ايه، هديها بقى التيست الجميل بقى اللي بيخليها في حتة تانية خالص، رشة القرفة. بصراحة ما كنتش متوقعة ان رشة القرفة هتخلي طعم البطاطا جميل جدا اوي كده. حلوة بصراحة، يعني عجبتنا. انا عملت بقرفة وعملت من غير قرفة، بس بصراحة اللي بالقرفة اتاكلت، يعني من غير قرفة. دي اللي من غير قرفة اهي. طبعا بقى هجيب بقى ايه، هجيب كيس الحراري اللي بنشوي فيه الفراخ. هعملها كمعاملة ان انا هشوي فرخة، بس مش هتبقى نفس مدة شوي الفرخة، لا دي مش هتاخد منك سوية خالص، مش هتاخد منك وقت خالص بصراحة يعني. طبعا هخلص بقى الكمية بتاعتي كده، وهقفل بقى الكيس بتاعي، هربطه كويس وهقفله بالبتاع بتاعه، القفل بتاعه ده. وهجيب بقى صينية تيفال، اي صينية عندك متوفرة. بس قبل كل ده هعملها فتحات الاول علشان التهوية، عشان تستوي كويس. وبعد كده بقى ايه، هحطها في صينيه، وهحط لها بقى كوبايه ميه كبيره سخنه، اهم حاجه تكون سخنه عشان تسرع معاكي في السويه على طول. هحط لها بقى كوبايه الميه السخنه، وبعد كده بقى ادخلها الفرن. عاوزه اقول لكم ان هي مش هتاخد منكم سويه كتير، ربع ساعه واقل من ربع ساعه هتكون جاهزه معاكم، مش هتاخد وقت كتير في الفرن. دي بقى بعد ما البطاطا بتاعتي خلصت وجاهزه معانا. عايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله جميله، ومنزله الصوص بتاعها ده. الصوص بتاع السكر مع القرفة ده عسل ما شاء الله، جميل جدا. هتجيبيه طبعا وهترشيه كده على البطاطا وتاكليه، ما شاء الله احلى بطاطا تاكليها في حياتك بالطريقه دي. طبعا انا ما فضلتش ان انا اسلقها واحط عليها سكر، ما بحبش الطريقه دي. انما البطاطا احلاها لما بتكون مشويه، بتبقى ليها طعم تاني خالص وتيست تاني خالص بصراحه. جربوها بالطريقه دي وقولوا له رايكم ايه. وان شاء الله استنوا فيديو جديد ووصفه جديده، واقول لكم دمتم بخير في رعايه الله.